السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواة السعداوي أشهر ملحدة في العالم العربي، أنكرت وجود الإله والأديان السماوية، كما طالبت بضرورة إلغاء الحجاب وبتغيير مجموعة من الآيات القرآنية. تحدت الإله فكانت نهايتها صادمة. نواة السعداوي في 27 أكتوبر 1931 من عائلة محافظة بقرية كفر طلحة، إحدى قرى مركز بنها. كانت الطفلة الثانية من 9 أطفال، ختنت في 6 من عمرها. أما والدها فكان مسؤولا حكوميا في وزارة التربية والتعليم، ولقد أصر على تعليم جميع أولاده، فتخرجت من كلية الطب جامعة القاهرة سنة 1955. حصلت على بكالوريوس الطب والجراحة، تخصصت في مجال الأمراض الصدرية، وعملت كطبيبة امتياز بالقصر العيني. تزوجت في نفس العام من أحمد حلمي حيث كان زميلا لها، ثم تزوجت للمرة الثانية، وللأسف لم يستمر طويلا لكي تتزوج للمرة الثالثة من شريف حتاتة الماركسي، والذي كان سببا في تغيير تفكيرها ومعتقداتها. عرفت نواة السعداوي بأنها مدافعة عن حقوق الإنسان، وخاصة حقوق المرأة، حيث كتبت العديد من الكتب عن المرأة والإسلام، واشتهرت بمحاربتها لظاهرة ختان الذكور والإناث. لاحظت نواة السعداوي خلال عملها كطبيبة المشاكل النفسية والجسدية للمرأة الناتجة على الممارسة القمعية للمجتمع والقمع الأسري، وكذلك عاينت الصعوبات والتمييز الذي تواجهه المرأة الريفية، فتبنت التفكير الإلحادي حيث أنكرت وجود الإله وطالبت بتعديل القرآن. إذا كنت ناقشت ربنا وأبويا قال لي وأنا طفلة ناقشي ربنا، وكتبت له رسالة وأنا طفلة، يا رب المفروض إنك تكون العدل، فليه بتفرق بيني وبين أخويا؟ وليه بتفرق بيني وبين بنت المأمور؟ طبعا ما جاليش رد. إذا كنت أنا ناشئة في بيت أمي بتقولي ما فيش نار، نعم، وأبويا يقول لي جد لي ربنا، أنا لم أكتب كل آراء، أنا عملت الإله يقدم استقالته. يعني الإله فيها بيمثل الإله الظالم الباطش اللي بيقهر النساء والفقراء وما إلى ذلك. الأديان كلها محتاجة إلى تجديد، اليهودية والمسيحية والإسلام والهندو، كل الأديان محتاجة إلى تجديد. في سنة 1979 عملت مستشارة للأمم المتحدة في برنامج المرأة في إفريقيا والشرق الأوسط. سجنت نوال في سجن النساء لمدة 3 أشهر، وعند خروجها قامت بكتابة كتابها الشهير من مذكرات في سجن النساء. عرفت كذلك بأفكارها الشاذة والمتطرفة، ومن أشهر كتاباتها المثيرة للجدل الرجل والجنس، المرأة والجنس، الإله يقدم استقالته، قضايا المرأة المصرية السياسية والجنسية، كما أنها كانت تعتبر أن نظام الميراث الإسلامي ظالم في حق المرأة، وطالبت بمساواة الرجل والمرأة في الإرث. اعتبرت أن الدين هو تجسيد للعنصرية، وبأن تقبيل الحجر الأسود والطواف حول الكعبة أفعال وثنية، وبأن المرأة مقهورة في جميع الأديان. فكتبت رسالة إلى الله وعمرها 7 سنوات، لكنها لم تتوصل بالرد، فأنكرت وجوده. أما اللباس الشرعي وهو الحجاب والنقاب، فترى نوال أنهما يجسدان صور العبودية، وأنهما لا يعبران عن الأخلاق،
أما تعدد الزوجات فترى أنه غير مذكور بالقرآن، وهو وسيلة لخلق الكره بين الأطفال والعائلات. أن القرآن وحي أوحى، كيف يمكن تغييره؟ لا لا لا، بتغير. الدولة تمنع النقاب تماما. ازاي الدولة على مدى السنين دي توافق على النقاب؟ وحتى الحجاب غلط. نظر نوال السعداوي أن المثلية الجنسية ليست حرام، بحكم أن المجتمع والدين لا دخل لهما بالجنس، ودعت كذلك إلى تقنين الدعارة. توفيت يوم الأحد 21 مارس 2021 عن عمر يناهز 90 عاما بعد معاناتها مع المرض، حيث تعرضت لأزمة صحية قبل أيام من وفاتها أدخلتها أحد المستشفيات، حيث وري جثمانها بمقابر الأسرة في مدينة 6 أكتوبر غرب العاصمة المصرية القاهرة. لم يحضر الجنازة سوى ابنتها منى وابنها عاطف وزوجته، بالإضافة إلى عدد محدود من الأسرة. أما الباقي فلقد تبرؤوا منها. كانت وصيتها قبل وفاتها ألا تقام لها جنازة أو تغسل أو تكفن، لأنها كانت تعتبر جسدها طاهرا ونقيا. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.